ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل الناس اللي بيلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن نادي الترسانه. نادي الترسانه من الانديه القويه جدا في الممتاز بيه، من الانديه اللي دايما بتنافس في الدرجه الثانيه في مجموعه القاهره. فهنتكلم عن كل تفاصيل الاختبارات، هنتكلم عن قطاع الناشئين، وهنتكلم عن سعر الاستماره والمكان بالظبط، هنتكلم عن كل حاجه تخص اختبارات نادي الترسانه. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه ما اشتركتش في القناه زي دلوقتي حالا اعمل اشتراك في القناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نسوي لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. نادي الترسانة من الأندية القوية جدا، ومن الأندية اللي عملت طفرة في مجال الكرة الفترة اللي فاتت في مجموعة القاهرة، الأندية اللي عندها إمكانيات مادية كويسة جدا. بس الفترة الأخيرة كان القطاع نصه استثماري ونصه قطاع. يعني لو أنت لعيب كويس قوي بياخدوك عادي، ولو أنت لعيب نص نص بيطلبوا منك مقابل مادي، ومقابل مادي كبير شوية. فالسنة دي أعتقد إن هو هيمشوا على نفس المنهج وهيمشوا بنفس الطريقة. فهنتكلم عن الاختبارات وأنت تقرر. لو أنت شايف نفسك لعيب كويس قوي ممكن تروح، لو أنت شايف نفسك لعيب مش جاهز او مش واقف على رجلك بلاش تروح، هيطلبوا منك مقابل مادي، وغالبا المقابل المادي بيبقى كتير شويه ما بيبقاش قليل. فهنتكلم عن تفاصيل الاختبارات والمواعيد وسعر الاستماره، وانت تقرر اذا كنت هتروح ولا لا، لان ده انت زي ما قلت لك قبل كده انت مدير فني نفسك، وانت تقدر ان انت تقيم نفسك وتقدر ان انت تشوف انه نادي انسب ليك في الفتره دي. نادي الترسانه عامل اختبارات من يوم 10/6 لحد اخر الشهر، من يوم 10/6 لحد اخر الشهر. بس ركز لان كل مرحله عمريه ليها ميعاد مختلف وليها توقيت مختلف، فركز المواعيد اللي انا هقولها دي واكتب الميعاد بتاعك عشان ما تتلخبطش وما تروحش في يوم تاني غير يومك. الاستماره هتبقى 50 جنيه، سعر الاستماره 50 جنيه. ملعب نادي الترسانه كلنا عارفينه في الجيزه، هتنزل محطه جمال عبد الناصر، هتركب عربيات 100 عقبه هتنزلك عند نادي الترسانه. تنزل محطه جمال عبد الناصر اللي هي الاسعاف، هتركب عربيات 100 عقبه هينزلك عند نادي الترسانه، طريق سهل. ده بالنسبه للمكان الاختبار. اولا مواعيد 2003 هتبقى يوم حد اربع من 8 ل 12، ده بالنسبه ل 2003. اما من 2005 ل 2008 فهتبقى اثنين وخميس من 8 ل 12، اثنين وخميس من 8 ل 12. لكن 2006 هتبقى سبت وثلاث من 8 ل 12، 2003 حد واربع من 8 ل 12، 2005 و2007 و2008 اثنين وخميس من 8 ل 12، 2006 سبت وثلاث من 8 ل 12. ده بالنسبه للناشئين. اما بالنسبه للبراعم فمن 2010 لحد 2014 هتبقى حد واثنين واربع من 5 مساء ل 9 مساء، حد واثنين واربع من 5 مساء ل 9 مساء. المواليد اللي مش مكتوبه دي مش مطلوبه، المواليد بس المطلوبه هي اللي انا قلتها وهي اللي انا قلت مواعيدها. نادي كويس من انديه كويسه زي ما قلنا، لو جاهز روح، وحاول دايما ان انت تبقى جاهز اصلا. يعني انت ما تقعدش في البيت مستني ميعاد اختبار مناسب لامكانياتك، فانت اصلا امكانياتك دي مش هتعرف تظهرها عشان ما بتتمرنش. فلازم تتمرن من هنا لحد الاختبارات. وفي الاول وفي الاخر انا بقول لكم ما افضلش موضوع الاختبارات لان نتائجه بتبقى قليله جدا، يعني كل فين وفين بياخدوا واحد. في طرق افضل كتير منها المباريات الوديه، وده اللي بنعمله عندنا في اكاديميه جولدن بوي. بنستعد بالمجموعه المميزه وبنحاول ان احنا نعمل لهم ماتشات وديه تسويقيه، وبندخل بيهم بطولات، وبندخل بيهم دوري اتحاد كوره برده للتسويق. كل ده بنعمله في اكاديميتنا. لو انت مش لاقي مكان تتمرن فيهم من القاهره دي ارقامنا للاستفسار. وبكده خلصنا فيديو النهارده. بالتوفيق ليكم. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت، او اعمل لي فولو على الانستجرام وكلمني ان شاء الله هرد عليك. يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاك كابتن اسلام مصطفى، استنونا فيديو جديد والسلام عليكم.